يوم التروية، هو يوم 8 من ذي الحجة، وهو اليوم اللي جلس فيه إبراهيم عليه السلام يتروى، يعني كيفكر في أمر الرؤيا اللي سماها الله سبحانه وتعالى بالبلاء المبين. لأن فكرة أب يذبح ولده وبيديه أمر اللي ما تقدرش تصوره واللي يجيك على البال. تخيل معايا يجلس الأب باش يفكر في ذبح ولده اللي رزقه الله به وهو كبير في العمر، وشحال هو صابر وكيتسنى. تخيل معايا انه في بلاصه ما يفكر كيفاش يخدمه ويزوجه، جالس يفكر كيفاش يذبحه. اليوم جا الأب لمكة وما جايبش معاه هدية لولده كيف مولف كيدير، لكن جهز معاه سكين حاد باش يذبحوا به. تخيل ان ذاك الراجل الرحيم اللي طلب من الله عز وجل يجعل ولاده مقيمين للصلاة وما نساش الذرية ديالو، قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هو ما نساش الذرية ديالو اللي ما شافهاش وما جاتش اصلا للدنيا وكان رحيم بها، فما بالك بالرحمة ديالو لولده. كيفاش غيخبر ولده بهذا الامر وشنو غيكون موقف اسماعيل ملي يسمع هذا الخبر؟ اسماعيل هو الابن البكر والوحيد في ذيك الوقت لسيدنا ابراهيم. كان ولد زوين صبور وحليم، وكان اول فارس كيستأنس الخيل في تاريخ البشريه، وتيقولوا بانه اول واحد تكلم بالعربيه الفصيحه. كان صادق الوعد وكيأمر الاهل ديالو بالصلاه والزكاه، وشحال هو كينادي مع باه بعباده الله، وهو اللي بدا بناء الكعبه مع ابراهيم. تخيل من بعد هذه العلاقه القويه والوطيده اللي كتربطهم مع بعضهم غيتأمر الأب باش يذبح ولده الفارس الصبور، أحكم فتيان الجيل ديالو وأجمله. كانت حياة سيدنا إبراهيم سلسلة من الاختبارات العصيبة، من نهار لاحوه القوم ديالو في النار وخدلوا الأب ديالو وما حماش من القوم بل تآمر عليه مع القوم ديالو. ثم الاختبار الثاني فاش جاه امر الله باش يخلي الزوجه ديالو وولده في مكان خاوي ما فيه لا زرع لا ماء لا بشر. وملي امتثل ابراهيم الامر الله سولته مرته هي خايفه، واش الله امرك بهذا الشيء؟ قال لها وتخلعات، لكن هو غلب الخوف ديالو وصبر ودعا الله وقال واجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم. وهذه الدعوة قاست قلب كل مسلم على وجه الأرض. تخيل أن هاجر زوجة إبراهيم بقات كتجري بين جبلين 7 المرات لأن الماء اللي معاها سالة. تخيل مرة بوحدها كتجري بلا هدف في واحد الصحراء خاوية وخلات ولدها وهو رضيع كيغوت موراها بكثرة العطش، لكن رحمة الله قريبة من المحسنين وانفجرت ليهم بئر زمزم. كبر إسماعيل وتعلق به قلب باه، هو ولده الكبير والوحيد واللي حضر معاه لكاع المواقف كاملة. واش غيذبحوا بيديه وهو راجل كبير في العمر؟ واش يذبحوا بيديه وهو كان أرحم قلب على وجه الأرض في ذيك الوقت؟ ما سولش إبراهيم الله علاش أمره باش يذبح ولده، وشنو الحكمة من أنه يختبر هذا الاختبار القاسي اللي سماه الله في القرآن الكريم بالكتاب المبين؟ واش يسول ولده بأمر الذبح ولا ياخدو قهرا ويذبحو غدرا؟ لكن في النهاية مشى لعنده. تخيل أب كيتشاور مع ولده في أمر الذبح، ولكن الابن اللي تربى على يد قالت لن يضيعنا الله أبدا، وقال أنا بار بك ففعل ما تؤمر. لو كان الأمر كتر من الذبح ديرو وغتلقاني إن شاء الله من الصابرين. تخيل يجلس الأب مهموم وعيان باش يقول لولده بأمر الذبح، لكن الابن كان صبور وبدا كيهدن في باه وكيصبروا في واحد الموقف صعيب تصبر فيه. تيقولوا بعد الروايات أن إبراهيم اللي خرج للصحراء هو شاد موس في يده وولده في اليد الأخرى باش يذبحوا، وقفات طيور والجبال في الأرض والسحاب في السماء والمياه في المحيطات كتطلب من الله باش يمنع إبراهيم ما يذبحش ولده، كتدعي من الله باش ما تساليش قصة الأب وولده على هذه النهاية المؤسفة. تخيل أن الكون كله بالجماد والطيور وجميع الكائنات وقفات لهذا الأمر، فما بالك اللي غيذبح واللي غيتذبح؟ إسماعيل قال لباه يا أبتي فاش تبدا تذبحني ربطني مزيان باش ما نفلتش ليك من يديك، وحطني على وجهي باش ما تجيش عيني في عينيك وتجيك الشفقة مني وتراجع على أمر الله. يا أبتي خذ قميصي لأمي صبرها به. الله سبحانه وتعالى كيوصف لحظة ذبح إبراهيم لولده إسماعيل أنه كان إسماعيل ناعس في الأرض وما كيشوفش راسه وهو كيتذبح، وفي اللحظة اللي غيهز إبراهيم الموس في يده
وما كانوش عارفين باللي كاين واحد الكبش كيتربى في الجنة منذ 500 عام لهاد اللحظة. وفي اللحظة اللي ترفع فيها الموس باش ينفذ أمر الله نادى المنادي جل جلاله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وبدا كيغوت جبريل في السماء وهو فرحان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ورد عليه إبراهيم وهو مطمئن أخيرا من بعد هذا الاختبار العصيب الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن ديك اللحظة ولا داك النهار عيد لواحد القوم مازال ما تزادوش باش يذكرهم الله في هذا التوقيت بأن واحد الشيخ رحيم كان جالس باش يذبح ولده وصديقه الوحيد. نعم الفتى وقمة الاستسلام والتسليم لله رب العالمين. لذلك كان الجزاء وفديناه بذبح عظيم. وكانت عظمة الذبح ماشي في أنها ولت شعيرة للمسلمين من بعد، ولكن في كلمة وناديناه جل جلاله المنادى. وسلام على إبراهيم الذي وفى وإسماعيل الذي أسلم واستسلم. كل عام وأنتم مسلمين، وما تنساش باللي كل بلاء تيوقع ليك في حياتك هو اختبار من عند الله تعالى باش يشوف كمية الصبر ديالك، فصبر جميل.